السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتي كوزينة أم أسماء. وش راكم؟ إن شاء الله تكونوا كامل بخير بصحة وعافية. اليوم جبت لكم مطلوع أو خبز المنفوخ تاع الكويزينير. المرة اللي فاتت درت لكم في الكوشة تاع السعادة وقلتوا لي ماشي كاع عندنا تاع السعادة، عندنا الكويزينير يعني ماشي كاع توفروا. اليوم راني درت لكم في الكويزينير، كويزينير عادية ما فيها لا فونتيلاتور لا والو، عادي. هاني طيبتو فيها ونجح، الوصفة ناجحة 100%. شوفوا كيف طلع لي، الله يبارك، يطلع ما شاء الله. تبعوا النصائح تاعي وتبعوا الفيديو للاخير باش تستفادوا كامل من النصائح. عندي هنايا كيلو تاع فارينه، مغرف كبيره تاع خميره الخبز معاها شويه لخاطش البرد، مغرف كبيره تاع سكر، وزوج مغارف صغار تاع ملح. نبدا دوكا بالماء دافي. نستعمل هذا الكاس الاول، حتى الماء راني جبت لكم مقادير مضبوطه تاع الماء. الان الكاس الثاني تاع الماء، دوك نزيد الكاس الثالث تاع الماء ونزيد معاه شويه، يعني الكاس الرابع استعملت منه فقط ربع كاس. هكا نبقى نلم. دوكا ما تعجنوها ما والو في هذه المرحله، هذه المرحله لموها فقط وخلوها تريح. هاي هنايا بعد ما لميناها خرجت لي عجينه تتلاصق. نجيب كيس تاع بلاستيكي ونغطيها ونخليها تريح 10 دقائق ونرجع ليها في المرحله هذه المرحله. ها هو هنايا استعملت 3 كيسان وشويه، ماني وريت لكم الكاس الرابع شحال استعملت منه. نبدا نشمخ يدي غير بالعقل في الماء ونبدا نخبط في العجينه تاعي، اي ندخل لها الهواء من الاعلى للاسفل، من الاعلى للاسفل بهذه الطريقه. نبقى هكا معها غير بالعقل، في كل مره نشمخ يدي. دونك هذه المرحله، هذه الطريقه نكملها على 3 مراحل. نزيد نغطيها بكيس بلاستيكي، بعد ما تريح 10 دقائق نزيد نولي ليها هذه المره. هنايا شوفوا العجينه تاعي ديجا بدات دير العلك، راني نحس فيها الاستيكيه في يدي وشربت كاع هذاك الماء الاول اللي كنت دايرتها. شفتوا شحال كانت تبان العجينه جاريه بزاف، شربات كاع هذاك الماء. هنايا نزلت لها شويه ما شويه ودخلت لها هكا في الاخر. نحب انا العجينه تاعي تكون شويه مطلوقه، ما تكونش شاده روحها. السر يعني في الخبز تاعنا انه العجين تكون مطلوقه. اما بالنسبه للي ما يعرفوش يرفدوا الخبز تاعنا كي يكون جاري شويه، ما يعرفوش يحطوه في السنيوه، يا اما يخبزوه ديريكت في السنيوه، يا اما يخلوها كما كانت متماسكه في المرحله هذيك، ما تزيدولهاش شويه تاع الماء. يعني 3 كيسان وشويه تاع ما تكفيهم، ما كان ليه يزيدوا كما انا نزيد دوكا. زيد نخبطها هذه المره، راهو بدا يجيها يدير العلك. نغطيها ونخليها تزيد تريح شوي. يعني هذا الخبز السر تاعو انه كل مره تخبطيها وتخليها تريح. المره الثالثه هذه ها هي ديجا بدات تدير لي فقاعات، دليل بلي انه الهواء دخلها والخمور بدا يبداها شوي. هنايا نزيد ندخل لها شويه الهواء، نخبطها مليح. قد ما تخبطيها قد ما النتيجه حتكون مذهله، والله العظيم غير نتيجه رائعه. هكا دوكا نبدا نشرح لكم في المرحله تاع الكويزينير. الكويزينير في هذا الوقت انايا هنا مازال ما شعلتهاش. دوك شويه غير نكمل العجينه تاعي، نوجدها نخليها تخمر. نروح نشعل الكويزينير تاعي، نقصرها ونخليها تسخن مليح مليح. تسخن نشعلها من تحت ونخليها تسخن. كي تسخن نحكم الرف هذاك القريج تاعي ولا السنيوه وين راح نحطها ماشي في التحت، يعني درجه فوق التحتاني، ونخليها نطيب الخبزه تاعي من التحت غير شوي، مش حتى تحمر شوي، قسمه تبدا تطلع لي غير شوي. في ذاك الوقت نشعلها للفوق ونغلق الكويزينير بالطبع دائما مغلوقه وخليها تبدا تطلع لي. يعني النار تاع الفوق هي اللي تساعد الخبزه تاعنا باه تطلع وتولي كالبالون، ماشي النار تاع التحت. النار تاع التحت قسمه تتماسك فقط وتبدا تطلع، النار تاع الفوق هي اللي تخليها تطلع وتولي كالبالون. هنايا ها هي بعد ما ريحت، شوفوا العجينه تاعي شحال ولات الاستيكيه وطريه، ها طريه هايله. دارت العلك، نلمها نكمل نلمها في هذه المرحله
ونغطيها بكيس بلاستيكي هذه المرحله الاخيره ونخليها تخمر، ونرجع لكم نوريكم كيف نقرصوها. هنايا هاني العجينه شوفوا الله يبارك كيف خمرت، شوفوا دارت النبابل من الفوق، دليل انه العجينه تاعنا ناجحه، خمرت ضعف السمك تاعها. دوك نقرصها. انا الكيلو هذا دار لي 4 خبزات كبار، 4 خبزات كبار. اما بالنسبه لوحده مبتدئه ولا تحب تصغرهم تقدر توصل حتى 8 خبزات صغار، يعني جو خبزات صغار مطلوعات صغار. هاي العجينه طريه بزاف. هنا اللي ما تقدرش ديريكت هنا في السميد بعد تروح ديرها في السنيوه، اللي تخاف كما نقولوا اللي تخاف ما تعرفش ترفدها. هنايا بهذه المرحله ديريكت ندهن السنيوه تاعي بشويه زيت ونخبزها ديريكت بالسميد في السنيوه ونخليها تخمر في سنيوتها. اما اللي تقدر تساعفها ديرها بهذه الطريقه تاعي. هاي خرجوا لي 4 خبزات، نخليهم يخمروا، نغطيهم نخليهم يخمروا ونبدا نطيب كما وصيتكم. هاي الكويزينير تاعي راني درت السنيوه تاعي ماشي لتحت كاع، درجه فوق لتحت. هنايا دوك نشوفها غير كيما تبدا تطلع غير شوي، غير تبدا تطلع شوي نشعللها للفوق. ها هي طلعتها درجه، زدت طلعتها درجه ونغلق الكويزينير عليها. لازم الكويزينير تكون مغلوقه لانه درجه الحراره تاع الكويزينير ماشي كما تاع الفور تاع السعاده، هذه حاجه طبيعيه لانه الفور تاع السعاده يشعل لنا من الفوق ولتحت في نفس الوقت، اما الكويزينير بداله مره لتحت مره لفوق. هنايا شوفوا هاي بدات ديجا تطلع لي ولتحت، مع العلم ما طابتش من التحت، لتحت كشغل نشفت فقط. ها هي هنايا دوكا بدات تطلع لي نتيجه قدامكم. لازم الباب تاع الكويزينير يكون مغلوق، يعني السخانه لازم تكون سخونه مليح الكويزينير. شوفوا الله يبارك كيف طلعت، ولات كي البالون. دوكا هكا بهذه الطريقه دوك نخليها تحمر من الفوق ونزيد نقلبها الجانب الاخر، نحمرها ثاني الجهه التحتانيه، ونكمل بنفس الطريقه كاع الخبزات تاعي حتى نكملهم كاع للاخر. يعني نطيبهم شويه من التحت ونزيد شويه بعد كنطلعهم للفوق نخليهم يتنفخوا ويحمروا، ومن بعد كنقلبهم. وهاي اللي تحب تدهنهم بشويه زيت من الفوق تدهنهم. هذه الخبزه مازالت سخونه، هذه هي الخبزه الاخيره، شوفوا مازالت يبست لي شويه من الفوق. اما هذه الخبزه ها هي الخبزه الاولى، والخبزه الاولى اللي طيبتها كاع هذيك طارت في السما كلاوها ولادي وهي سخونه. ها هو قدامكم شوفوا كيف خرج. ها هو خبز الله يبارك ما شاء الله ناجح. هو ماشي كيما تاع فور السعاده 100%، ولكن والله العلي العظيم غير ينجح. وماشي كل وحده ما عندهاش فور السعاده تقولي ما نطيبش. تبقاو على خير في وصفه قادمه ان شاء الله.